أنا مش عارف بقالي قد إيه جوه البيت. الزمن هنا ملوش معنى، ولا في نهار ولا ليل. كل حاجة واقفة، بس أنا مش واقف. أنا بتغير. وشي في المراية ما بقاش زي الأول. كل يوم حاجة بتختفي منه. بقيت بحس إن البيت بياكلني حتة حتة، مش جسمي بس، ده حتى عقلي. النهاردة سمعت صوت خطوات فوق دماغي، زي حد بيجري، بس البيت كله كان فاضي. طلعت أدور، وأنا طالع سمعت الباب الحديدي اللي كنت قفلته قبل كده بيتفتح تاني. دخلت الأوضة، لقيت الكرسي اللي كان عليه اسمي بس مش فاضي. كان في حد قاعد عليه. الحد ده شكلي، ده شبهي، ده أنا بالظبط. بس عيونه سودة، سودة تماما، ما فيهاش البياض. قال لي كنت زيك، بس لما قعدت على الكرسي البيت اختارني. اختارك ليه؟ رد عليا وقال لي اني ابقى زيه. رجعت خطوة لورا، لقيت الحيطان اللي حواليا بتقفل، وكل حيطة بتتحول لوش من اللي انا شفتهم قبل كده. الناس اللي دخلوا قبلي واللي مخرجوش. وفي لحظة كل الأصوات اتجمعت. ناس بتصرخ، أطفال بتعيط، واحدة بتنادي على اسم ابنها، راجل بيقول أنا آسف. صوت واحد منهم قرب مني أوي وقال لي انت الوحيد اللي عدى كل الاختبارات. انت اللي تقدر تفتح الحقيقة. ببص لقيت باب جديد، باب خشب بس منقوش عليه جماجم صغيرة. فتحت الباب ودخلت. في الآخر لقيت كتاب قديم، كل صفحاته مكتوب فيها أسماء، وآخر صفحة كان مكتوب فيها اسمي وتاريخ النهاردة. بس تحت اسمي كان في جملة مكتوبة بالعربي القديم: آخر من يرى يصبح مفتاح الخروج. أنا مفتاح الخروج؟ يعني أنا مش جاي أنقذ نفسي، أنا جاي أنقذ الباقيين. بس إزاي؟ وإيه المقابل؟ بدأت أفكر. اللي سابني على باب البيت قبل ما أدخل، العجوز اللي كان بيحكي القصة، كان بيبصلي كأنه عارف كل ده. افتكرت جملته: البيت ما بياخدش حد صدفة، هو بينقي. وأنا كنت المختار، بس مش عشان أخرج، عشان أخلي الباقيين يخرجوا وأنا أبقى مكانهم. أنا القربان. دلوقتي أنا لازم أختار: أقفل الباب وأحبس نفسي للأبد، ولا أرجع وأسيبهم محبوسين. بس لو فتحت الباب أنا مش هخرج تاني. استنوني.